انا جيت. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده اول فيديو على القناة، هيكون فيديو تقديمي كده، هنعرف انا مين الشخص اللي قدامك ده، تتعلم منه ايه وهتستفاد ايه، وايه اللي هنعمله على القناة سوا. وان شاء الله يعني مع الوقت كده هتفهموا الدنيا اكتر. تعالوا بينا نقعد دلوقتي على الكرسي وافهمكم كل حاجة خطوة بخطوة. يلا بينا. مبدئيا كده انا اسمي اشرف محمود، يمكن في عدد قليل منكم بس اللي يعرفني، لان كنت بنزل شغلي على طول باستمرار على الجروبات على الفيس. فانا يعني الحمد لله مستوايا بيقولوا كويس، يعني هما بيقولوا كويس على كانفا. يعني الحمد لله بقالي شغال تقريبا 7 شهور في المجال، فلحد ما فهمت الدنيا لان مستمر في التصاميم والحمد لله يعني، فالموضوع بقى سهل بالنسبه لي. فانا قررت بعد تفكير كتير قوي، لان في ناس كتير كانت بتدخل تسالني التصاميم دي اتعملت ازاي على كانفا، انهم مش متوقعين ان النتيجه دي ممكن تطلع على كانفا، لانهم واخدين فكره وحشه على كانفا، ان كانفا كله قوالب بتعدل عليه بس، وانك مش بتعرف تعمل اي تصاميم جديد عليه. فاحنا باذن الله عاوزين نغير الفكره دي على كانفا، وباذن الله من الصفر لحد ما يبقى مستواك كويس. هنبدا مع بعض كل فيديو هنتعلم حاجه ورا حاجه ورا حاجه، من اول اكن لسه بفتح البرنامج كده مش عارف اي حاجه. كل ده باذن الله نتعرف عليه واحده واحده في الفيديوهات اللي جايه. تاني حاجة، هو ايه اللي يخليك تتابعني انا وما تتابعش واحد بيشرح فوتوشوب، او انت ما تبداش على الفوتوشوب ومش عارف ايه؟ طبيعي دلوقتي يا جدعان زي ما انتوا عارفين مش كله عنده جهاز كمبيوتر او عنده لاب يشتغل عليه، كله اغلبنا تقريبا 99% مع التليفون بتاعه، وعاوز يشتغل في البيت بجانب الدراسة بتاعته مثلا او بجانب الشغل بتاعه. فاحنا يعني احنا 2026 كل واحد بيتحاول يتعلم حاجة فريلانسر يشتغل بيها من البيت. فانا الحمد لله ربنا كرمني في الحاجه اللي اتعلمتها، فحابب ان انا افيد الناس اللي حواليا، مع اني اقدر اعمل كورس وناس كتير طلبت مني اعمل كورس ويدفعوا فلوس مقابل ان انا ياخدوا الخدمه اللي انا بعملها. بس ليه؟ طب ما اعمل الحاجه دي وتبقى في ميزان حسناتي وناس كتير تستفيد منه. كفايه الدعوه الواحده بس دي يعني كبيره قوي بالدنيا كلها. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني هنبدا من الصفر، هنتعلم تصاميم السوشيال ميديا، هنتعلم الهويه البصريه وكلها من الصفر كله، من اول اللوجو لحد الالوان لحد التسليم للعميل، يعني لحد تحطه على الموك اب ومش عارف ايه. يعني اتعلم شغل الطباعه كله، اخليك تفهم باذن الله الدنيا ماشيه ازاي. انا بقول لك يعني الحمد لله بقالي 7 شهور في المجال، فلحد ما انا فهمت الدنيا. معلش انا يمكن بكون بتكلم بسرعه وبتكلم كتير، بس انا بحاول الخص الدنيا كلها دي اللي هنعمله الفتره الجايه، علشان ما نعملش فيديوهات كتير قوي، يكون اول فيديو بس تقديمي وتعريفي انا مين. بس اللي جاي بقى هنبدأ بإذن الله من الفيديو الجاي، هنبدأ شرح البرنامج من الصفر. بس لازم قبل ما تبدأ بإذن الله الفيديو الجاي تكون عندك كانفا برو. هتقول لي أنا مش معايا فلوس. كانفا برو تقريبا ب50 جنيه أو ب70 جنيه، بيقعد معاك 3. أنا مفعل من بقالي فترة ب70 جنيه ولسه الحمد لله شغال لحد دلوقتي. فأنا هسيب لكم برضو، حد كان مكلمني على الفيس وقال لي إن هو يعمل 50% خصم للناس اللي هتتابعني، يعني هيدخلوا يكلموه. فاللي عاوز يفعل كانفا يدخل يكلمه، هسيب لكم اللينك في الوصف، اللي محتاج يفعل يخش يكلمه، او تقدر تفعل من اي حد من على الفيس، في ناس كتير قوي بس خليك في المضمون. ماشي، يلا نخش بعد كده على النقطة اللي بعد كده. بالنسبة لتصوير الفيديوهات معلش كده استحملوني عشان لسه في الأول، جودة الصوت مش أحسن حاجة والكاميرا مش أحسن حاجة. بس بإذن الله مع الوقت لو لقيت ناس مهتمة بالمجال قوي، ناس مستفادة من القناة بتاعتي فعلا ومتابعيني عشان فعلا عاوزين يستفادوا ويعملوا حاجة لنفسهم، هبدأ أطور من نفسي بإذن الله، يعني هيكون في تطوير جامد. وبالنسبة للفيديوهات اللي بعد كده ممكن أبقى أنزل فيديو عمودي كده عشان ما أقصش حاجة من البرنامج وأنا شغال، تبقى شايف إيدي وأنا عمال أتحرك على الشاشة كلها وبختار عناصر وبختار مش عارف إيه. وممكن يعني هيبقى الفيديو كده بالطول وتفتح على الفون بتاعك، يعني فاهمني؟ مش عارف فاهمينه ولا لا. المهم يعني الفيديو هيبقى عمودي، غالبا هيبقى عمودي. لو بالعرض مثلا هبقى اقسمه نصين، نص في الشاشة من هنا والنص التاني في الشاشة من هنا. وتاني حاجة أنا مش عاوزك تيأس خالص، إنك في البداية مش فاهم أي حاجة. أنا عارف إنك بتبقى تايه، لأن أي حد في بداية أي مشروع ليه أو أي حاجة بيتعلمها بتبقى تايه مش عارف أي حاجة. يعني أنا هحط لك دلوقتي التصاميم اللي أنتوا شايفينها دي كلها أول تصميم أنا عملتها. طبعا هتحسوا بفرق عظيم أوي لما أوريكم. ما شاء الله البيهانسي بتاعي دلوقتي كله معمول على كانفا من الصفر الحمد لله، بعد تقريبا 4 شهور تعلم أو 5 شهور. يعني بقالي 4 شهور عمال أتعلم، بس يعني اشتغلت من بقالي شهرين أو 3. تمام، ده البيانسي بتاعه تقدر تشوف الشغل ما شاء الله عليه. وباذن الله يبقى البيانسي بتاعكم كمان احسن من ده 100 مره باذن الله. اهم حاجه بس يبقى عندك الايمان في ربنا، وتكون عندك عزيمه وعاوز فعلا تشتغل وتعمل حاجه لنفسك.
فانا بوعدكم وعد قدام ربنا باذن الله هحاول اعمل اللي اقدر عليه عشان اقدر اوصل لكم المعلومه بسهوله وتقدر تفهموها مني، وكل حاجه اتعلمتها في اللي فات باذن الله هحاول اعلمها لكم على القناه دي. بدأ الفيديو هشرح 2 3 على كل حاجه، يعني مثلا تصميم السوشيال ميديا يبقى كل شويه مره تصميم السوشيال ميديا، مره مش عارف هويه بصريه، مره لوجو، مره مش عارف، يعني كده هننوع في المحتوى عشان تبقى مجمع الدنيا كلها معاك وتبقى عامل البورتفوليو بتاعك. ما انا برضو هعلمك على القناه دي ازاي تعمل بورتفوليو، ازاي تفتح البيهانس، ازاي تبقى تبعت اللينك للناس، ازاي مش عارف ايه، كل ده باذن الله نتعلمه على القناه. فبس يا رب تكونوا فهمت الدنيا، اهم حاجه بس يبقى معاك النسخة بتاع كانفا برو عشان تبقى جاهز للفيديو الجاي. وطبعا مش هوصيكم تبعتوا اللينك لأي حد مهتم ان هو عاوز يتعلم الجرافيك بالفون على كانفا، ابعتوا اللينك بتاع القناة عشان يبقى بادئ معانا من الصفر. وفي صح جروب احنا عاملينه اسمه الكنفاوية، عامله انا من الصفر برضه تبع القناة، هنبقى ننزل عليه ان شاء الله بعد كده. بعد كل فيديو هيبقى فيه تاسك وبتاع تصميم مثلا نعمل، ونبقى نشوف رأي الناس فيه ونعدل على بعض ونستفيد، يعني جروب كده. هسيبه لكم دلوقتي في البايو اهو طريقة الدخول عليه، هتدخل على القناة بتاعتي، بعدين هتلاقي اللينك بتاع التيك توك، وهتلاقي لينك الواتس لو عاوز تتواصل معايا. انا مش بتأخر على اي حد في اي حاجة، يعني لو انت عاوز مساعدة في التصميم بتاعك كلمني وانا مش هتأخر عليك، عناية ليك. بس فعلا الناس عاوزة تشتغل والناس مهتمة بالمجال، وسيبوا الباقي على ربنا. بس اتمنى ما اكونش ازعجتكم بالكلام الكتير، انا عارف انك اتكلمت كتير قوي، بس يا رب تكون وصلت لكم المعلومة وفهمتوا الفيديو الجاي هنعمل ايه. كده الفيديو الجاي يبقى معاك نسخة كانفا برو، وهنبدأ ازاي نفهم البرنامج كله، الواجهة بتاع البرنامج من اول كل حاجة لازمتها ايه وكده. ماشي. فبس اشوفكم على خير الفيديو جاي، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان دخل علينا وان شاء الله يبقى شهر خير علينا جميعا، وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه. بس اشوف وشكم على خير. السلام.